يسترب المدير الفني للأهلي يخطط لمنح اللاعبين راحة يوم الأربع من التدريبات والسفر صباح الخميس القادم لخوض مران الفريق في الجزائر قبل مواجهة شبيبة القبائل. يسترب المدير الفني للأهلي يخطط لمنح محمد علي بن رمضان فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد عقد جلسة مصارحة مع اللاعب التونسي لمعرفة ما هو سبب التراجع الكبير في مستواه ودعمه نفسيا. أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي يحذر مصطفى دوودار ومحمود الجزار ثنائي البنك بشدة من خطورة وقدرات تريزيجيه قبل مواجهة الأهلي غدا، ويطالب الثنائي بضرورة توخي الحذر وعدم منح لاعب الأهلي فرصة لتهديد مرمى الفريق واستغلال المساحات بينهم، وذلك بعدما نجح اللاعب في أن يصنع الفارق للأهلي في المباريات الأخيرة. أحمد شوبير يطالب بضرورة دخول كاموش مع الأهلي ابتداء من مواجهة الغد أمام البنك الأهلي بشكل فوري، خصوصا أن مرحلة الجد بدأت في الدوري ولا يوجد وقت لتأجيل دخول اللاعب مع الفريق لكي ينسجم، نظرا لوجود أكثر من خيار جيد يمكن تعويض اللاعب. يسترب المدير الفني للأهلي يدرس جديا إبعاد ياسر إبراهيم من مباراة الفريق أمام البنك الأهلي لمنح اللاعب الوقت الكافي للتخلص من حالة الإجهاد، وذلك حفاظا على اللاعب من الإصابات. أليو ديانج وزلاكا وناصر ماهر وأحمد عاطف قطة رباعي الأهلي وبيراميدز يزينون التشكيل المثالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدور الأبطال. الأهلي يرحب بشدة برحيل عبد القادر وينتظر رفع نادي القرمة العراقي عرضه المالي لشراء ال6 شهور الأخيرة من عقد اللاعب بعدما تقدم النادي العراقي بعرض هزيل في الساعات الماضية ولا يناسب إمكانيات ولا قيمة اللاعب، حيث لم تصل قيمة العرض ل$200,000 حتى الآن. مصطفى قبيل لاعب أربيل العراقي يرفض بشدة قرار إدارة ناديه بتأجيل رحيله عن الفريق لنهاية الموسم ويؤكد تمسكه الكامل بالانتقال للأهلي في الميركاتو الجاري. الأهلي ينفي طلب إمام عاشور عقد جلسة مع يسترب ورفض المدير الفني طلب اللاعب، ومصدر يؤكد أن المدير الفني لن يتحدث في هذه القصة تماما مع اللاعب مجددا وأغلق الصفحة تماما، وليس لديه الوقت لسماع أي مبررات، وليس هناك أي تحقيق مع اللاعب أيضا. وبعد انتهاء الأسبوعين عودة اللاعب للمشاركة ستكون مرتبطة بما يقدمه في التدريبات، ولو نجح أي عنصر من عناصر الفريق في هذه الفترة في تثبيت أقدامه بوسط الملعب ربما يعاني إمام لاستعادة مكانه كعنصر أساسي مجددا. الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يضع الدوري المصري في ترتيب تاني أفضل الدوريات العربية والأول على المستوى الإفريقي والسادس عشر على المستوى العالمي. الأهلي يرفض ظهور إمام عاشور في أحد البرامج الحوارية التي ستذاع في شهر رمضان الكريم بسبب الأزمة الأخيرة عقابا للاعب على ما بدر منه. مطالب الجزيرة الإمارات الكبيرة تعرقل عودة إبراهيم عادل لبيراميدز في الانتقالات الحالية، والأهلي يكتفي بالاستفسار عن طريق وسطاء عن الأرقام المالية فقط. وبعض الأندية الأخرى في دول أوروبية متوسطة تحاول الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة بعد أن عرض عليه من وكيل أعماله. الأهلي يأمل في أن يقدم رضا سليم مستويات أفضل مع نادي الجيش الملكي المغربي لكي يقدر النادي على تسويقه بشكل جيد ويستفيد من بيعه نهائيا بعد انتهاء مدة الإعارة. طارق العشري المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي يؤكد أن مواجهة الأهلي في الدوري الأسبوع القادم صعبة نظرا لفارق الخبرات، لكن لاعبيه سيبذلون أقصى ما لديهم خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية، وكرة القدم لا تعترف بالأسماء. محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني يصارع الزمن لاستعادة لياقته البدنية سريعا للدخول مع نيس في المباريات القادمة واستعادة مكانه أساسيا. حالة انزعاج كبيرة تسيطر على المقربين من عمر مرموش بسبب عدد الدقائق القليل جدا الذي يشارك فيها مع السيتي، وذلك بعدما دفع جوارديولا باللاعب في الدقيقة 88 أمام توتنهام بالأمس. إدارة الزمالك تدرس جديا الإبقاء على معتمد جمال وتأجيل ملف المدرب الأجنبي في ظل تحقيق نتائج طيبة. السويدي يان ميان المدير الفني السابق للأنجولي يلتسن كاموش مهاجم الأهلي الجديد يشيد باللاعب ويؤكد أنه مهاجم صاحب أسلوب غير تقليدي ولديه قدرة كبيرة على الحسم داخل منطقة الجزاء، ويتمتع بمهارة عالية في المواجهات الفردية والتحركات المميزة داخل الصندوق، ويتطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهو شخصية جيدة وهادئة جدا خارج الملعب ويميل للانعزال نسبيا، لكنه يتمتع بذكاء كروي عالي وحريص دائما على التطور وتقديم الإضافة. ونجاحه مع النادي الأهلي من عدمه مرتبط بسرعة التأقلم والمساهمة في تسجيل الأهداف، لكن من المتوقع أن يواجه بعض التحديات في البداية لصعوبة التأقلم في بيئة جديدة. عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا يؤكد خلال ظهوره التلفزيوني بالأمس ثقته الكاملة في مسامحة يسترب المدير الفني لإمام عاشور الفترة القادمة وعدم تأثر علاقة المدرب باللاعب بعد الخطأ الأخير لإمام، خصوصا أن المدرب الدنماركي الذي يقود الأهلي حاليا كان لاعب سابق وشخصية مميزة جدا ويجيد التعامل مع النجوم.
ويعرف جيدا أنه أحيانا لاعب كرة القدم يرتكب مثل هذه التصرفات، وهو بنفسه تواصل مع إمام مؤخرا وتأكد أن إمام بالفعل كان مريض ويعاني من نزلة برد شديدة، لكنه أخطأ في عدم إبلاغ النادي بالموقف كامل وإغلاق هاتفه، لكنه متقبل العقوبة وسيحاول الفترة القادمة تحسين الصورة بالالتزام التام. وإمام لاعب محترم جدا ويحترم الكبير والصغير في النادي ويقدر تواجده في النادي الأهلي، لكنه أحيانا تصرفاته تكون غير محسوبة وهو يحتاج إلى معاملة خاصة من وجهة نظره. وهو يرى أن إمام عاشور نوعية مختلفة جدا من اللاعبين ومن أمهر اللاعبين في مصر حاليا، وقد يكون أفضل لاعب في مصر حاليا، ولو كان الأمر بيده سيمنح إمام أعلى راتب في مصر ولن يتردد في ذلك. مصطفى عبده نجم الأهلي السابق يؤكد أن ما فعله إمام عاشور مؤخرا أفقدوا ثقة جماهير الأهلي تماما، واللاعب لن يستعيدها مجددا بسهولة، وسيحتاج إلى أن يلعب حتى لو قدمه مكسورة حتى يقدر على استعادة حب وود جماهير الأهلي مجددا. وهو على المستوى الشخصي غير بالع اعتذار إمام وأغلب جماهير الأهلي أيضا، وجماهير الأهلي مش هيضحك عليها بسهولة. وهو على المستوى الشخصي يرى ما فعله إمام كان مخطط له لرغبته في الرحيل، والدليل أنه يرفض حتى الآن أن ينهي علاقته بآدم وطني، وغرامة 1,500,000 جنيه لن يفرق معه، وغرامة 1,500,000 جنيه لن تفرق مع إمام إطلاقا. ويرى أن إمام محظوظ أن الأهلي لم يخسر من يانج أفريكانز، فلو خسر الفريق كانت تفاقمت أزمته بشكل أكبر. وهو يرى من وجهة نظره الاكتفاء بالغرامة المالية وعدم إيقاف اللاعب عن اللعب، ولو أخطأ مجددا يرحل فورا. سامي الشيشيني لاعب نادي الزمالك السابق. نادي بيراميدز لم يأخذ مكان نادي الزمالك على الإطلاق، ولكن الظروف التي يعيش فيها النادي الأبيض خدمت بيراميدز فقط، والإسماعيلي نافس الأهلي والزمالك على البطولات فترة من الفترات وبعد ذلك ابتعد. والمنافسة لا تقاس بهذا الشكل وإنما بالاستمرارية، واستمرار بيراميدز في المنافسة من عدمه سنعرفه في السنوات القادمة. بيراميدز نافس الأهلي على الدوري وتوج بأفريقيا بالفعل، ولكن هو منافس ثالث ولم يأخذ مكان أحد، وبيراميدز تاريخه كله كام سنة فقط، وقد ينافس بعض السنوات مثل الإسماعيلي ويعود الزمالك لمكانه الطبيعي بعد تخطي ظروفه الحالية. لكن الأهلي والزمالك يتنافسون منذ أكثر من 100 سنة، ولا يمكن اعتبار فريق دخل المنافسة في آخر 5 سنوات فقط أنه أخذ مكان أحد القطبين. ولكن بيراميدز فعلا بدأ يفكر بشكل صحيح في الفترة الأخيرة عكس بدايته، ولذلك بدأ يحقق بطولات. إمام عاشور كان معنا في نادي الزمالك ما كانش حد بيسمع ليه صوت على الإطلاق، لكن كثرة النجوم في النادي الأهلي يجعل كل لاعب يشعر أنه النجم الأوحد ويريد أن يظهر على الساحة، والماديات أيضا تصنع مشكلة، وكثرة النجوم في أي نادي دائما ما تؤدي إلى مشاكل وليس الأهلي فقط. وإمام شعر بأنه مظلوم في ظل ما يتردد عن راتب زيزو وتريزيجيه، خصوصا أنه كان أحد أهم اللاعبين الموسم الماضي، والأهلي أمامه حلين الآن، إما أن يسيطر على النجوم أو يبيع جزء منهم حتى لا يكون هناك مشاكل بينهم. وإمام لاعب مؤدب جدا وبالتأكيد راجع نفسه كثيرا بعد هذا الخطأ، وأعتقد الأهلي قادر أنه يلم المشكلة. أشرف بن شرقي لاعب مميز جدا، لكن لم أشعر أنه قدم إضافة مع الأهلي حتى الآن. بدأ بقوة لكنه ابتعد بعد ذلك، وأتوقع أنه سيكون أول الراحلين إذا لم يتحسن مستوى الفترة القادمة ويقدم مستوى ثابت. وزيزو ليس هو زيزو لاعب الزمالك، ولم يقدم نفس الأداء مع الأهلي حتى الآن، لكن إمام لاعب مميز وبيفرق جدا مع الأهلي عندما يكون في مستواه بشكل كبير.